السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتضى منصور يعلن تقديم شكوى ضد أحمد شوبير ويوجه سؤالين له بسبب الأهلي والخطيب. أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تقديم شكوى ضد الإعلامي أحمد شوبير، مشيرا إلى أن الأخير دائم الانتقادات لإدارة القلعة البيضاء عكس ما يفعله مع الأهلي. وقال مرتضى منصور: قدمت شكوى ضد شوبير في الشركة المتحدة والتحقيق بدأ معه، لأن من المفترض عندما يعلم أن ميزانية النادي الأهلي بها خسائر وصلت ل200 مليون جنيه أن يتحدث عن ذلك، لكن لأن نجله مصطفى يتقاضى 5 ملايين جنيها في الأهلي، ونحن لدينا حسام عبد المجيد وسيد عبد الله نيمار قدر نجله 10 مرات يحصلان على أموال أقل، فلا يتحدث عن هذا الأمر لهذا السبب. كما قال مرتضى منصور: اسأل شوبير هل الخطيب ملاك من السماء ولا يخطئ، رغم أنه افتعل مشاكل مع المغرب وتونس والسعودية. وقال أيضا: اسأل شوبير سؤالا: عندما كنت في اتحاد الكرة ألم تقل لهاني أبو ريدة بأنك حصلت على 6 ملايين